اخواني اخواتي السلام عليكم. بغيتكم تعملوا اللايك والبارطاج بكثره لهذا الفيديو بالضبط، لان هناك شي حوايج اللي هو صراحه كارثيه وخطيره بخصوص ود الشنويه، وهذا التسريب اللي غيكشف بعض المعطيات اللي صراحه انا اش غنقول لكم اخواني اخواتي، ما قدرتش نكملوا لانه فعلا شي حوايج اللي خطيره وخطيره جدا. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير وغتعرفوا الحقيقه ديال هاد ود الشنويه بالضبط. الشيشه يعني تقدر تطلع من الشيشات والشامبانيات غير هما تطلع منهم صالير ديال 2 مليون في الشهر. وداك الشيء يصيفطوا لي تصاورهم ونتلاقى بهم مباشره باش يهضروا مع السيد. المغنيه 1.5 مليون بغات غير هي عندها مخيره، فهمتي، بغات تجلس مع الكليه مرحبا، ما بغاتش مرحبتي الصالير وداك الشيء. يصيفطوا لي تصاورهم ونتلاقى بهم مباشره باش يهضروا مع السيد. المغنيه حتى هي كذلك الصالير ديالها 1.5 مليون، بغات غير هي عندها مخيره، فهمتي، بغات تجلس مع الكليه مرحبا، ما بغاتش مرحبا، بغات تقحب مرحبا، ما بغاتش مرحبتين، فهمتي، حيت المغنيه كتكون عندها شويه قيمه، ماشي بحال البنات هادوك ضروري خاصهم ينزلوا في البيزنس، فهمتي. واش هادو البنات عجبهم هذا الشيء صيفط لي تصاورهم او لا يتواصلوا معايا. امال عمري 35 عام، ساكنه في كازا، وبغيت نخدم وقلبت على خدمه. كنت خدامه ديجا وجلست كونجي في رمضان، فاش بغيت نرجع في العيد عيط الباترون قلت لي واش غنبداو الخدمه غدا، قال لي لا صافي ما كايناش دابا الخدمه بوغ لانستون، تحرك الخدمه ونعيط لك. بقيت كنتسنى غير عيط ما عيطش ليا. صافي تلاقيت مع واحد صاحبتي قالت لي واش تمشي لبرا تخدمي في لاكواف، انت ديجا عندك ديبلوم. هذيك قلت لها لقاتني بواحد السمساره هي ساكنه في الولفه، ولكن تلاقينا في واحد الدار في المعارف، قالت لي جي عندي. مشيت عندها مع ديك 2 ديال النهار، مشيت تما بقيت 2 سوايع وشي 4 تاع الدريات، وحده كانت غتسافر داك النهار مع 5 الصباح، وشي دريات يلاه كانوا غاديين معايا باش يديروا التحليله وداك الشيء. صافي قالت لي الدومين ديالك، قلت لها انا لاكواف. قالت لي واش عندك البيرمي؟ قلت لها عندي. قالت لي حيت لا كان عندك البيرمي راه تما كاين فاش غتكونوا خدامين تبدا توصل الدريات في الليل، غتكونوا كتجيو معطلين وهادي تبدا توصل لهم وغيخلصوا. قلت لها مزيانه. قالت لي تقدري ديري حمام مغربي للسعوديه تما وداك الشيء. قلت لها قالت لي غتكون عندك 1000 درهم في السيده. قلت لها ماشي مشكل. قالت لي في لاكواف كتوصل حتى ل 5700 5000 على حسب للشهر. قلت لها مزيانه مغربيه و1000 درهم حمام مغربي للوحده، وعاد لو وصلتي الدريات كتجيك ديك 100 درهم للوحده بحال هكا 150 درهم. صافي قلت لها ماشي مشكل. قالت لي غدا سير جيبي لي ورقه ديال حسن السيره والسلوك، ومنين تمشي جيبي الروسي باش تمشي معنا ديري التحليله في الرباط. قلت لها صافي. فاش كنت خارجه قالت لي عندك تخويبيه؟ قلت لها لا انا اصلا نحتاج الخدمه وواقفه على الخدمه وعندي مسؤوليه وعندي ظروف وهذه خاصني ضروري نخدم. قالت لي مهم غدار التحليله. قلت لها انا ما عنديش فلوس باش ندير التحليله دابا، راه حيت انا جالسه من الخدمه ما عنديش فلوس وهذه. قالت لي صافي ماشي مشكل، حتى تمشي تماكين وبيني وبينك صيفط ليا. المهم هو ديجا هو كيدير التحليله فابور، ولكن هي بغات تاخذ من عندي الفلوس. قلت لها انا راه ما عنديش، انا اصلا كنخدم هنا، كنخدم كاع الا خدمت كنخدم 2500 كنخدم، ولكن ما كتفوتش 2500 درهم مغربيه. ما بقاتش لان كلشي ولا اللايزر ما بقاتش لاصيغ، ولا الكيراتين ما بقاش ترطيب. يعني الا درتي الكيراتين ما تعاوديش ديرها حتى على 6 شهور 4 شهور، يعني ما بقاش ديك الخدمه بزاف. هذوك السواعده هم جايين باش يديو الدريات يخدموا عندهم، كاينين عاملات منزليات، كاينين ممرضات. واحد هو اللي بدا كيسولني شنو عندك الدومين وهادي، بقيت هي كتسولني وانا كنجاوب وكيشوف فيا. قال لي صافي كتباني ظريفه وهادي وباغا تخدمي. قلت لي انا باغا نخدم ونحتاج الخدمه. هي الورقه ديال حسن السيره والسلوك. صافي مشيت صايبت الغد لي 8:30 مشيت 9 عيطت لها قلت لها فين؟ قالت لي انا جايه من الولفه. قلت لها على انت ما ساكناش في المعارف؟ قالت لي لا هذيك راه غير كنكري عليهم، انا ساكنه في الولفه. صافي قلت لها المهم انت تدخلي انت للدار عاد ندخل انا، يعني ماشي نسبقك. قالت لي صافي انا راه 9:30 نكون تماكي. بقيت كنتسنى فيها حتى جات. لا المهم هضرت مع واحد الدريه حسنه لقيتها بايته تما. النهار الاول فاش مشيت تلاقيت معاها وخرجت معايا. قلت لها فين غادا؟ قالت لي غنمشي للسوق الدفار والشفران. وقلت لها زعما كون كيجيو الناس الخدمه؟ قالت لي لا مزيانين وهادي. حتى مشيت للسعوديه عاد عرفتها طايحه مع واحد فيهم هو اللي غادي يديها. المهم صافي عطيتها الورقه وداك الشيء، بقينا جالسين يلاه فاقوا عاموا فطروا. شويه كيبان لي الدريات خارجين من اللي بيتين معاهم صحاباتهم اللي مشاو معاهم. قلت عادي صحاباتهم. مشينا درنا التحليله وداك الشيء. دازت يومين رجعت اختي عيط ليا قال لي جا عندي للدار. مشيت تما المعارف
المعارف، لقيت الدريات اللي كانوا اللي غاديين داك النهار صفرهم مشاو، ولقيت هذه اللي مشات دابا اللي وقع لها المشكل تما كاين، ويقول لي المهم راه عندك التحاليل مزيانين، ما عندك الامراض، لا ما حامله، ما عندك لا مرض خايب لا حتى حاجه، كلشي مزيان. المهم راه نهار الجمعه غادي تمشي سميتو للرباط باش يطبعوا لك الفيزا. ما كنعرف حتى وحده فيهم، هما اللي سافروا داك النهار اللي مشيت انا فيه. صافي هذيك نهار الجمعه وليت عيط لي واحد الدريه نهار الخميس، هاد الاسئله اللي وقع لها المشكل عيطات لي وهي تقول لي المهم راه غدا غنمشي انا للسفاره نطبع الفيزا. قلت لها صافي نتلاقى، واش نتلاقاو هنا؟ قلت لها شكون اللي غيديك انت؟ قالت لي انا غيديني واحد السيد. قلت لها انا غنمشي غير في التران. قلت لها صافي تنتلاقاو تما. صافي مشينا، هي لقات الفيزا ديالها مطبوعه، خداتها مال 10 الصباح ورجعت للكازا. المهم قلت لها نكونوا غادي ان شاء الله نتلاقاو في المطار، وانا بقاو معطليني حتى مورا العصر. عاد عطاوني الفيزا ديالي، صافي رجعت في حالاتي. وعيط لي قال لي خديتي الفيزا؟ قلت لي صافي خديت كلشي مزيان. صافي وعيط لي نهار السبت في الليل قال لي المهم ديروا بحسابكم راه نهار الاحد غتركبوا. قلت لي صافي ماشي مشكل. صافي وانا نقول ليه انا راه ما خداماش وهادي، وراه خاصني ضروري نخلي لولادي شي حاجه، يعني انا راه زيرو راه ما عنديش الريال، خاصني ضروري نخلي لولادي شي حاجه. عندي 2 ولاد وبنت مطلقه. ويقول لي المهم يكون خير ان شاء الله. صافي عاوتاني وعيط لي في الليل نهار الاحد نهار السبت في الليل، ويقول لي شوفي راه غتلاقاي مع في الولفه غتعطيك واحد لونفلوب جيبيه ليا معاك. انا مكلخه داك لونفلوب كان عليا نقراه، ما حليت لا لونفلوب لا والو، تلاقيت معاها وداك الشيء. وانا نقول لها علاش انت زعما كانت معايا بنتي وبنتي من بدات كتبكي وهادي، وقالت لها علاش كتبكي؟ قالت لها ماما غتمشي وتخلينا. وانا نقول لها وتقول لي وصبري وخدمي على ولادك وراه غديري الفلوس وغديرها. شحال من دريه مشات تماكين وحلات صالون هنا وهادي. المهم السمساره صافي انا بديت كنصبر في بنتي وانا نقول لك علاش انت ما تمشيش؟ قالت لي وانا راه راجلي ما خلانيش. قلت لها انت مجوجه؟ يلا بديت كنتعرف عليها مزيان. قالت لي انا مجوجه وعندي 2 بنات وراجلي ما خلانيش نمشي. صافي شدينا طاكسي رجعنا نهار السبت. الحد عاوتاني عيط لي، قلت انا اللي عيطت لي، قلت لي عافاك راه ما عنديش ما نخلي لولادي وهادي. ويقول لي شوفي تجي ان شاء الله توصلي بخير ونعطيك شي حاجه تصيفطها لهم. هذاك لونفلوب فاش مشيت من بعد عاد لقيت بان شي وراق مزورين واصلين تما، كان انا ما سينيتش عليهم. قال لي سينيتي على شي وراق. المهم صافي وصلنا ركبنا مع 12 وصلنا لمصر مع 6 الصباح. من مصر انا وصاحبتي انا ما كنعرفهاش، تلاقينا غير في مره عنده في المعارف ومره تلاقينا في السفاره، ونهار الاحد بقينا كنهضروا باش نتلاقاو في المطار. صافي هذيك تلاقينا وصلنا لمصر. عاوتاني من مصر شدينا الطياره وصلنا للسعوديه مع 12 الغروب نهار الاثنين لا الصباح. فاش وصلنا المهم خارجين من المطار بحال الناس غاديين تابعين الناس اللي غادي. سمع خوتي، هذا المقطع هذا غادي تهضر على الاخت ديال ولد الشينويه، فهمتوا على من كتهضر هاد البنت؟ صافات ولا الله اعلم ما يهبطونا لواحد البلاصه بحال الحبس في المطار، يعني ماشي يخرجونا بحال عباد الله من الباب. هبطونا هابطين بحال الحبس، كيحلوا في البيبان والسوارت. كنهبطوا كنلقاو واحد البيت كبير فيه بحال الناموسيل ديال الحبس وفي الفلبينيات وداك الشيء. صافي بقينا كنتسناو كنهضروا معاهم ما كيفهموناش اش كنقولوا، حنا ما كنفهموش اش كيقولوا. قلت لها عافاك بغيت التليفون؟ قالت لي انا التليفون. صافي بقينا باركين. صافي دمرنا من شنا داك الشيء. الوحده 2 3 ونص عادو ما يعيطوا لينا، قال لنا جيو راه الكافل ديالكم جا باش غيجي يديكم. جا لقينا غنسطاو بالبكا، يعني ما توقعناش حنا غنستقبلوا داك الاستقبال بحال هكاك المهم تهانينا ديال بصح. صافي عاد ركبنا في الطوموبيل قلنا واش تاكلوا شي حاجه؟ قلت لي انا بغيت والو، بغيت غنمشي وبغيت نعيط لماما لان ماما عارفاني غنوصل مع 12 وما عندنا لا فين نهضروا معاهم لا فين نعيطوا، ما عندنا لا فلوس لا والو. صافي فاش مشيت قلت لي هي هذيك ركبنا في الطوموبيل قالنا بغيت الماء؟ قلت لي ما بغيت والو، بغيت غنمشي نعيط لماما. حيدوهم لينا. لا ما حيدوش لنا في الاول. لقيت واحد الدري اللي جا هو جات واحد الدريه مغربيه. فاش مشينا للدار عاد عرفنا صاحبته المغربيه اللي كاينه معاه في الدار. صافي بقات كتصبر فيا وهذيك قلت لها لا انا ما صحابنيش غادي نطيحوا في ذاك الموقف وهبطوا ناس ماكين يعني بحال الحبس. صافي عطاتنا شربنا الماء وانا قلت لها عافاك بغيت نهضر مع بنتي في الواتساب. هضرت مع بنتي قلت لها راه حنا وصلنا وهادي، قلت لها في العشيه نشري الكارطه ونعيط لكم. صافي مشينا دخلنا بحال القصر، دخلنا مع الباب الجرده داك الشيء زوين ما نعاودش لك. دخلنا لتحت كاينه مرتو وكاين بيت ديال صاحبته هذه اللي جات هزتنا من المطار. جلسنا في الارض، جاب لنا اللبن جاب لنا الروز. مرتو سعوديه والد مع شي 3 الاولاد، 2 مزوجين واحد مع مزوج. المهم كيقول لها هذه هي اللي كتسير ليا البنات. عرفنا صاحبته فاش طلعنا عاودوا لنا الدريات قالنا ممكن وصينا وعلى ما نهضروش قدامها ومن. صافي هذيك شويه قال لي هذه مرتي وراني ولادو لتحت
ويقول لنا تغداو. المهم تفاجئنا شويه، كلينا الغرو شربنا الماء صافي، وقلنا طلعوا الفوق. بريميان كاين ولدو مجوج والد، دوزيام ولدو مجوج والد، تروازيام كاينه مرته سعوديه وصاحبته عاوتاني مغربيه. طلعنا للدار عاوتاني، طلعنا للكاتريان كيحل لينا الباب ديال المهم البيبان كلهم حديد والكاميرات. كيطلعنا للفوق الباب ديال السطح، باب ديال الحديد، كتحلي باب ديال السطح وكتدخلي للسطح عاوتاني حتى من باب ديال الطواليت ديال الحديد. كيحل لينا البيت كنلقاو فيه 17 وحده مغربيات. كاين اللي وحده جالسه كتصبغ، وحده جالسه كتكمي، وحده كتمشط، وحده كتفكر كاع. داكشي الدعاره، داكشي اللي كتشوفي في الافلام كاين بصح. قلنا ليه فين غنرتاحوا، وقلنا هنايا. دوك الشوانط اللي كنا شادين يعني بحال الافلام طلقناهم، صدمنا. قلت ليه هنا فين غنعسوا، حيت هنا فاش كنا هنا قال لي غتكريتيو الشقق. هو اللي كاين تما، هو اللي جا عندنا المطار خرجنا، هو الكفيل ديالنا نفس الراجل. هي هذيك تصدمت، قلت لها انا ما درتيش معايا هادشي وانايا هادي. قال لي لا غتبقاي مع البنات تلقى لك خدمه. قلت لها انا شوف، انا ما جاياش نبرك ولا جاي نجمع ولا جاي هنا، انا جايه باش نخدم. انا خلي عندي مسؤوليه وخليت مسؤوليه ورايا، جايه انا باغا نخدم. ومن اليوم ما تقولش لي حتى الغدا ولا هادي. ويقول لي المهم الا بغيتي تبداي الخدمه غتمشي معايا اليوم، غتمشي معايا للمكتب نعاود لك التحاليل وندير لك الاقامه. قلت لي علاش دير لي الاقامه؟ قال لي المهم الاقامه خاصك ديرها عامين. قلت لي ما كايناش اقامه عامين وما باغاش انا اقامه اصلا، انا جايه بفيزا 90 يوم. انا ما نقدرش نبعد على ولادي ولا على ماما ولا على بلادي اكثر من كاع الا كثر حتى رمضان، وانا اصلا جايه بفيزا فيها 90 يوم. قال لي لا ما كاينش هادشي، ما كاين ولا اصلا بغيتي تخدمي خاص تكون عندك الاقامه. قلت لي حنا ما درتيش معنا هادشي. المهم بدا كيشد معنا الهضره. قال لنا بحال هكا، قلنا غتبرك وتثبتوا ولا غتشوفوا الوجه الاخر. المهم بردنا السوق. قلت لي المهم دابا انا بغيت ناخذ شريحه باش نعيط لدارنا. قال لي حتى العشيه. خرجت بعد استفدنا، خرجني انا وياه في العشيه. قال لنا باش تاخذوا شريحه لاكارت ماشي بحالنا حنا كنمشيو ناخذهم عند الحانوت، خاصك تعطي الباسبور ديالك وكتبصمي وكتدخلي في واحد الماكينه. المهم تسخسيخ ما عرفناش علاش، واش كيتصنتوا عليك ولا الله اعلم. المهم صافي خديت النمره وانا نبدا نهضر مع الدريات تما كاين والدراري اللي كنعرف، وبقيت كنعيط يعني كناخذ معلومات. كلشي كيقول لي تقدري تهربي، تقدري تمشي للسفاره. كنقول لهم الباب ديال البيبان مسدودين وحتى من الضو تقريبا نديروا في الباب التحتاني. ما يمكنش، فين غتهربي وفين غتمشيو؟ اصلا الباسبورات ولا كارطو كلشي عنده، كلشي خداه لينا. ما عارفاش يعني انا صافي ما قلتش غادي يوصلنا كاع حتى لذاك الحد. قلنا ملي غناخذوا ديك لاكارت غيكون اتصال، غيكون المهم هضرت مع الدريس في المغرب، عطاوني النوامر ديال الدريات في السعوديه ديال واحد خدام في شرطه الاداب. عيطت لواحد السيده عيطت للبوليس في جده، قال لها شوفي كيفاش هي مشات. بديت كنعاود للبوليس، قال لي شوفي ما عندكمش كيفاش ديري. المهم هو بعدا كيفاش هضر معانا ويقول لي قلت لي انا شوف انا ما بقيتش باغا نخدم، باغا نرجع في حالاتي. ويقول لي انت اللي باغا ترجعي في حالاتك انت مسينيه على ورقه، الا ما عجبكش الحال تعطي 5 مليون 25,000 سعودي ومسينيه على راسك غتبقاي هنا عامين. قلت له انا ما سينيت على التورقه. قال لي سينيتي على اوف السفاره. انا ما سينيت على التورقه. قال لي لا سينيتي على ورقه. صافي هي هذيك فاش رطبنا ومشينا معاه باش شرينا الشريحه وداك الشيء. فاش كنهضر مع شي واحد كنعرفو تما كاين في السعوديه وسعودي ولا مغربي كيسول الناس كيقولوا ليه هي غدا قانوني، هي قال لها سينيتي على ورقه. وجبت لي الورقه شفت السينياتور ديالي بانني انا مسيني على 5 مليون ومسيني راسي على. هضرنا معاهم كاين اللي عجبهم الحال كاين اللي ما عجبهمش الحال، واللي ما كتاكلش وكدير الاضراب وهذه كدير المكتب الترحيل اللي فيه دابا صاحبتي، واللي كتسايس معاه وكتصبر وكتشوف كيفاش دير وكتمشي على داكشي اللي بغا هوايا كيخرجها كيديها كيخرجها كتفسد. وكمثلا كيعطى مثلا انا ما عرفاش كيعطى 1000 درهم هو كياخذ على ظهرها مليون، وسط ديال دعاره وديال خدامه وديال كلشي. واحد الدريه كنت فاش يلاه وصلت تما داها عند شي واحد وكانت مقابله ليه ولدو شويه مخلخل في عقله مقابله، وفاش كينعس الدري وداكشي كيقول لها جيبي مختك واجي نعسي حدايا. وكتعيط ليه كتقول ليه لا انا ما نبقاش مع داك السيد. كيقول لها غير صبري وغيتهلا فيك وما يتخصك حتى خير. بدات كتبكي حتى هي ودارت الاضراب على الماكله وعلى كلشي وبزات باش رجع للمكتب. ما جاباش عنده للدار كيبيع وكيشري فيهم كيبيع كيدو الدعاره. لا قال لك هنا صالون كيديك عامله منزليه ما كيديكش على داكشي اللي كيقول لك هنايا. وكيبيع وكيشري في المغربيات كيف ما بغى. واللي معاونا هي حيت عارفه كلشي من هنايا وما كتقولش لك الصراحه، كتقول لك داكشي اللي كيقول لها هو ولا اللي قال لها راسها حيت هي كتخلص.
الضحيه هي اللي كتخدم معاه السمساره ديالو وكتاخذ نيت فلوس صحاح. وتا فاش كنت غاده كانت كتقول لي شوفي ما دي معاك الحوايج هنا لا تجينات لا والو، كلشي غيشريه لك تما، والحوايج اللي عندك هنا خليهم ليا هنا، راه عندي بناتي نعطيهم لبناتي وداكشي انت تما ما غيتخصك حتى خير. انا دار شي حركات ومنين دفعتو داكشي ما بغا يخرجنا، ما بغيتش نخرج ليه وبست لي رجلي وكنطلق فيه. قال لي شوفي جوج كلمات نقول لهم لك، غتعطيني 5 المليون راه غادي نصيفطك لبلادك وما كاينه لا خدمه لا والو، ما غتعطينيش الفلوس راه غتبقاي هنايا وغنديك المكتب الترحيل، الجوع والنوع والقهره والبرد وغتبقاي تماكن حتى هما يعيو منك ويصيفطوك في الرياض. هي عاجبها الحال كتسافر معاه بعد داك النهار كنت جايه انا كانت معايا مسافه هي وياه كانوا في مكه. عيطت لواحد السيد قال لي شوف غنصيفط لك طاكسي حدا الباب واش تقدري تخرجي؟ قلت له نقدر نخرج ولكن خاصتي ما يكون حتى واحد لتحت، حيت كيكونوا هما بزاف جالسين تحت كيديروا واحد المجلس لتحت حدا الباب وكيبركوا. المهم قلت ليه فاش يكونوا هما ما يكونوش باركين لتحت انا غنحاول كيفاش ندير نخرج. قال لي المهم الا قدرتي ديري كيفاش غنجيب نصيفط لك طاكسي حتى لحدا الباب هو اللي غيديك للسفاره. قال لي حيت انت ما كتعرفيش وين نجيب لك طاكسي حتى لحدا الباب. قال لي ما تخوش بيا ماشي تيجي الطاكسي وما تقدريش تخرجي. داوها للترحيل حيت انا دوزت لي الناس وهضروا معاه وقالوا لي غير صبر علينا حنا غنعطوك الفلوس وغادي وصيفط لنا الدريه، حيت تعطى 3 المليون من السعوديه و2 المليون صيفطات من المغرب. هي عندي الوراق. لا ما عطانيش باسبوري حتى شد الفلوس في يدي. صيفطات لي 3 المليون بلا ربح و2 المليون بالخميس من المغرب. وقلت لي الفلوس ما كيتصيفطوش من المغرب السعوديه. قال لي عندي حساب في المغرب وعطاني حسابه وعطيته للدري والدري صيفط لي 2 المليون والطياره قطعتها عاوتاني انا ب 100,000 ريال. ما بغاش كان باغي يدير معاه شي حوايج ما بغاش يديرهم معاه وداه لمكتب الترحيل. قال لها غنخدمك ما خدمهاش، كيتفلى على اليوم غدا الجوع والنوع والقهره والبرد ومريضه ما كيجيوش لهم الدواء ما كيشارجيش ليهم كيحيدوا لهم التليفون بعض المرات هذيك اللي مقابلاهم كتضربهم كتعطيهم العصا. صيفطوا لي الفيديو كل 4 البنات في بيت. كنوجه نداء للسفاره المغربيه باش تعاون الدريات اللي كاينين تما كاين في السعوديه معذبين ومكرفسين ومحنين بزاف وعندهم وليداتهم هنايا ومكرفسين بزاف. مكتب الترحيل ديال الرياض مكرفسين بزاف ومعذبين والجوع والنوع. فالحقيقة هناك معطيات خطيرة بخصوص هاد ولد الشينوية بعد ما يعني تسربوا معلومات بتورط بعض المسؤولين، وهاد المسؤولين بالضبط اللي هما في الأمن في السياسة في الرياضة، وكانوا دائما هما من الزبائن ديال هاد ولد الشينوية. ولد الشينوية اللي كان كيقوم بالإعلان يعني بالإشهار بعض المنتوجات، كذلك كيحضر بعض المهرجانات بعض الحفلات خصوصا الحفلات بما فيها الطهارة بما فيها الأعراس. وهذا الشيء إخواني أخواتي إلا غطاء باش يتستر على ديك الأفعال الشنيعة اللي كيقوم بها. الأم ديالو بعد ما تفضحات ومن بعد ما كشفات بأنها صافية راه النهاية ديالهم قريبة، عائلتهم كاملة يعني راه مشاو فيها فعلا راه مشاو فيها، وحتى أنها تصابت واحد الضغط دموي في عينيها ربما غتصاب بالعمى أو شيء من هذا القبيل. وهذا الشيء اللي صراحة شكون السبب ديالو هو ولدها ولد الشينوية اللي كيتحمل يعني المسؤولية كاملة بخصوص هذه الأفعال اللي قام بها. هشام المداح اللي كان خرج ومشى دلا بعض المعلومات لدى الفرقة الوطنية. هذه المعلومات اللي صراحة اللي مازال يعني تحت السرية، وأن هناك متابعة لبعض الأشخاص وحتى أن الهواتف ديالهم وحتى أن المتابعة ديالهم خصوصا أنهم يعني منعوهم من السفر، منعوهم على أساس أنهم يخرجوا خارج أرض الوطن، لأن هذه المعطيات اللي كشف عليها هذا هشام المداح واللي خلات هذه العصابة ديال ولد الشينوية أنهم يهدوه عبر مكالمات هاتفية تسجيلات. وهذا الشيء كله يعني راه مشى هشام المداح لدى الفرقة الوطنية ودلا وعطاهم الهواتف، يعطى الهاتف ديالو خصوصا ديك المكالمات الهاتفيه اللي غتكشف شكون هو الشخص او الاشخاص اللي يحاولوا انهم يتصلوا بهشام المداح وانهم ينصحوه على اساس ما يدليش بهذه المعلومات ويتراجع على هذه المعلومات. وهذا الشيء من اجل التخفيف على الاحكام، لان القضيه اللي هي خطيره واللي تقدر توصل 30 سنه اخوان اخواتي، 30 سنه زيد عليها هاد السنتين اللي غيتحكم عليها ولد الشينويه يعني بخصوص الشكايه اللي توضعت ضده. وهذا الشيء بحد ذاته اخوان اخواتي راه يعني صراحه هذه فضيحه من العياط الثقيل. هاد العائله ولد الشينويه اللي صراحه دمرت البيوت يعني وحتى ديك الخرجات ديالو تعاطي مع النساء كل شيء، هذا الشيء غيتحاسب عليه. والان كما كنقولوا ان الله يمهل ولا يهمل.
اخواني اخواتي، فحتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، في انتظار ما هو جديد. ما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم كذلك البارطاج. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.